السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة قهمان. اليوم غنحضروا مع بعضنا لي فيغين ساهلين وبساط ومقاديرهم حتى هما موجودين في كل بيت. نديروهم للضيوف ديالنا ولا حتى العائلة. بالنسبة اللي اول مرة كيزور القناة ديالي يشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم ونمشيو المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال اول فيغين ديال الشوكولا، هنا عندي الحليب تقريبا نصف كاس الا ربع ديال الحليب، وهنا عندي هاد لي فيغين يعني صغار ولا ديروا كؤوس يعني اللي موجود. انا درت هادو صغار. وهنا عندي هاد الكريمه ديال الشوكولا، يعني هي كتكال هكا يعني كطيب مع الحليب وكتكال هكا، يعني حنا غادي ناكلوها يعني كديسير. هنا وضعت غير ساشي وحده مع هاد الحليب. بالنسبه لي انا درت غير كميه قليله. الا بغيتو تضاعفوا المقادير غادي ديروا يعني جوج ساشيات ولا على حسب المقادير اللي بغيتو نتوما. كيف شفتوا درت الحليب ودرت ساشي ديال البودره ديال الشوكولا، وكنخلط مزيان. هاد الشوكولا فيها السكر، كنخلط مزيان وضعفو فوق النار حتى تعقد، يعني حتى تولي نحصلوا على خليط هكا كثيف ونحركو مزيان. من بعد نحيدهم فوق النار ونتبرد غير شويه، يعني غير تتدفى. عاد من بعد نوضعوهم في لي فيغين ديالنا. نوضعوا غير نصف الكميه، ما غنديروش كلشي حيت غادي نديرو غير النصف الاخر غادي نديرو فيه الكريمه. كيف سبق لي ذكرت بامكانكم تضاعفوا المقادير. انا يعني درت غير كميات صغار. هنا كي شفتوا هاد الكريمه يعني انا سبق لي حضرتها في واحد الطورطه، وضعتها في القناه، يعني اللي هي عباره على كريم شونتي والميرسكابوني وصلصه ديال الكراميل. غنوضع لكم الرابط ديالها تحت الفيديو باش تشوفوا كيفيه الطريقه ديال التحضير ديالها. هنا وضعت الكريمه ديالي على هذا الشكل، ومن بعد غادي نوضع كريم كراميل، يعني سائل ديال الكريم كراميل من الفوق. وغنخليوهم يعني غندير غير شويه ماشي بزاف، نخليهم حتى يذوب فيه داك الكراميل. من بعد نمشيو باش نقادو لي فيغين ديالنا اللي بقاو ديال الكيوي وديال الكاكي، كيجيو حتى هما رائعين ولذاذ. هنا عندي بالنسبه للعصير انايا موجود عندي غير عصير ديال الليمون الاحمر، نتوما ديروا العصير الليمون اللي عندكم. هنا عندي واحد جوج حبات صغار ديال الكاكي، وعندي جوج حبات ديال الكيوي، وعندي النكهه ديال الحامض. وبالنسبه للسكر غادي نزيدو غير في الكيوي، اما الكاكي راه حلو. صافي كنطحنهم كيف شفتوا يعني عادي كنطحنوا في المولينكس مع، يعني كنقسموا داك الليمون على الكاكي ولا حتى الكيوي باش نطحنوه. صافي نزيد واحد نصف ملعقه ديال نكهه الحامض على صلصه الكاكي، ونوضعهم في لي فيغين هكا، يعني كنوضع غير نصف الكميه. كيف اللي سبق ذكرت بان ضعفوا المقادير، انا عطيتكم غير الفكره كتجي رائعه. وهنا كذلك غادي ندير الكيوي ديالي. من بعد غادي ناخذ الكريمه ديالي اللي وضعت فيها 3 فرماجات. وهاد الكريمه القشده الطريه فيها السكر، انا ما وضعتش السكر. ومن بعد درتو في الجيب حلواني، وغادي نوضعهم فوق من لي فيغين ديالنا اللي فيهم الكيوي والكاكي على هذا الشكل. طريقه سهله وبسيطه ويعني وراقيه هكا للضيوف. في هاد الكويسات كيجيو غزالين وسيرتو مع كيكونوا صغار يعني يكونوا حلوين. صافي غنمشيو باش نزينوهم تزيين حتى هو بسيط. هنا بالنسبه اللي فيه كيوي درت فيه هاد الحبيبات ديال السكر اللي بالالوان، وكذلك اللي فيه الكاكي انا وضعت النوغا، يعني النوغا هذه فيها لي فخوي كونفي، يعني نتوما ديروا اللي عندكم من اللوز ولا الكركاع ولا الكاوكاو اللي موجود عندكم. صافي غنزين فوق من الكريمه، وكذلك ديال الشوكولا غادي نزيد هاد الشوكولا فيرميسيل من الفوق، ونخليهم يعني حتى نقدموهم للضيوف ديالنا ونمشيو للشكل النهائي ديال الطبق ديالنا.
كيف شفتوا كيكون المنظر ديالهم غزال وحتى المذاق، والطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش شي حاجه كثيره. كيف سبق لي ذكرت توجدوهم للعائله ديالكم ولا الضيوف. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.